رمضان كريم. انا النهاردة هعلمكم طريقة المكشكشة، هتعملوها باسهل واسرع طريقة ممكن تشوفوها على السوشيال ميديا تماما. مش عايز منكم غير دعوة حلوة وتتابعوا الصفحة وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نعمل احلى واسرع مكشكشة في العالم. يلا بينا. هنجيب لفة جلاش ولازم نتأكد جدا ان هو طازة، لان الجلاش من اسرع الحاجات اللي بتنشف، وهنقطعها على 3 قطع زي ما انتم شايفين. المقاس بقى اللي يريحكم، ممكن ناس تقطعها على 4، ممكن ناس تقطعها على 3، بس انا شايف ان المقاس ده مناسب جدا، وهو حوالي 10 سنتي. هنغطيه بفوطة مندية عشان ما ينشفش. نجيب اول ورقة وندهنها بمادة دهنية، واللي قدامكم دي زبدة على زيت، وندهن الورقة من النص بس عشان نقدر نكشكشها زي ما هتشوفوا دلوقتي. ودي مكسرات، انا مكسرها مجروشة كده زي ما انتم شايفين. ممكن تعملوا فول سوداني، مكسرات. وهنبدأ خطوة الكشكشة. انا هقرب لكم كمان شوية الكاميرا عشان تشوفوا انا عملتها كده ازاي. وبأطراف الورقة هنقفل على المكسرات عشان ما تقعش من الورقة، ونحاول نضغط عليها من الجنب كده عشان تبقى شكل البونبوناية كده زي ما انتم شايفين. ونجيب صينية ندهنها برضو بالمادة الدهنية اللي معانا، ندهنها كويس جدا عشان دي بتساعد على توريق الورقة، تبقى مورقة كده ومقرمشة كمان ولونها حلو قوي من تحت. وتعالوا نعمل ورقة تانية بالراحة كده قدامكم. هندهنها كده من النص ونحط المكسرات بتاعتنا والكشكشة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، واحدة واحدة كده، ومرة على مرة هتلاقي الدنيا ظبطت جدا معاكم. ونقفل عليها ونضغط من الجنب، وده شكل الورقة اهو. هيطلع شكلها احلى مكشكشه هتشوفوها في العالم. عيالكم هيتخانقوا عليها حرفيا. هنجيب الصينيه بتاعتنا بعد ما رصيناها الرصه الجميله دي، ونبدا بالماده الدهنيه. نخلي الماده الدهنيه تتغلغل جواها عشان ده بيساعد على التوريق وبيخلي لونها حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. الماده الدهنيه نبدا ندخلها جوه الورقه، ايوه بالطريقه دي. وطبعا للمكشكشه اشكال وطرق كتير جدا، بس انا حاولت اجيب لكم اسهل واسلم طريقه اللي هي لا هتاخد وقت ولا هتاخد مجهود. طبعا قبل ما ندخل الصينيه الفرن نبقى ظابطين النار على درجه متوسطه. انا عملتها على 180 ودخلت الصاجه جوه، ولو في مروحه بقى شغلوها بتوزع الحراره توزيع عالي جدا وجميل جدا. فتحت عليها بعد 10 دقايق لقيتها ايه ما شاء الله شكلها وريحتها حلوه جدا، بس هي ناقصه شويه كده تاخد لون من فوق، فسبتها شويه ورجعت لها تاني خدت اللون. وهننزل عليها بالشربات. الشربات لا هو تقيل ولا خفيف، يكون وسط، يعني كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه ورشه فانيليا عصره ليمون، هيطلع معاكم الشربات حكايه. ولقيت علبه القشطه دي عندي بقالها فتره كبيره جدا، فقلت بقى تعالوا نستعملها كده ونعلي التيست بتاع الحلويات، بتبقى خطيره جدا، طعمها على الحاجه بتبقى رهيبه، بتنقلها حته تانيه بصراحه. المهم عملت قدامكم الاشكال يعني سيرياليزم خالص، يعني طلعت في الاخر شكلها لطيف معقول شويه. بس ممكن تحطوا كريم شانتيه، ممكن تحطوا قشطه، ممكن تحطوا حاجات كتير قوي. وبالهنا والشفا عليكم. وما تنسوش دعوه حلوه من القلب، بتدعوا لاخواتنا ربنا يفك كربهم. واتمنى كل اللي يعجبوا الفيديو يشيروا في كل مكان عشان كل الناس تستفاد. تحياتي ليكم ورمضان كريم. سلام.